هلا وحبايب، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. أبدأ الشغل وياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حبايبي هنا أنا عندي فستان باعوا. هنا أنا بيه مسطرة، هاي مسطرة شوفوها كويتها، وهنا أنا بنسات بالجوانب. هنا أنا راح أخيط البرواز، وورا ما أخيط البرواز راح أكمل البلوز وانتو وياي. حبايب هسه راح اخذ البنسه، قرب التصوير على ايدي نور. باعوا حبايب هنايا البنسه مالتي اخذها على شكل 7 بالشغل. باعوا ايدي هنا أنا من هنا قياسها يصير 1.5 سنتيم. باعوا وطولها فتر، هاي البنسه 11 سنتيم. باعوا اخذها بتسلسل الى نقطه 0. هنا أنا حبايب هاي المسطرة قلت لكم عليها، هاي ما تبين لي نفس اللون، وهنا أنا البنسات، وهاي حفرة الرقبة قدامكم. هسه راح أكمل الظهر. هذا الخياط ايش قد حلو باع، شلون عدل. هذا هنا هذا المسطرة مالتي، هو هذا القدم مالته، قياس القدم هو اشتغل عليه. باعوا هاي بالظهر عندها قصة على الكتف. القدم شوفوا ما يروح، هو مسطرة القدم. هسه حبايب اجينا على البنسات اللي تصير بالخلف مال الفستان. هسه باعوا هنا البنسات. ست يعني البنسة ليش هيك تصير هنا؟ باعوا البنسات حبيبتي نور، هاي الخط الوسط اللي الظهر يكون خط الوسط. شوفوا البنسة مالته شو تصير، بعدها عن الخط الوسط 5 أصابع حبايب. شوفوا 5 أصابع، هاي 5 أصابع. هنا أنا أأشر. قلت لكم البنسة يصير ارتفاعها 11 سنتيم اللي هو فتر، هذا 11 سنتيم. وهسه همي راح اخذ البنسات وياكم وشوفوا شلون راح اخذها. هسه راح اشد الردل. باعوا هاي القرضة تصير براس الكتف، وهاي الردل راح تكون من هنا لهنا. دائما نقفل راس الخياط. باعي راس الخياط لازم حبايب هاي القلبة تصير هنا بالمنتصف. من تجي القلبة على الكتف يعني هاي معناها صحيح شغل. اي شوفوا. هسه حبايب اخذت قياس اللاستيك اللي احتاجه للاسواره مال البنيه، وهسه راح اشتغله خرط قدامكم، بس هذا الخرط ظاهري لان القماش ثخين ومنه قلبه راح يكون اقوى، فخليه اشتغله ظاهري يعني بداخل الثوب بس مو مبطن. هنا أنا اسحب اللاستيك. باعوا على كيفي. شوفوا اسحب اللاستيك. هسه هاي اول باعوا اول خياط. هسه هاي الخط الثاني. هنا أنا اهم شي من تشتغلون اللاستيك من جوا تعدلون، لا تخلوه هنا يبوق صفحه وصفحه، يصير مبوق ما حلو. هذا الشكل النهائي باع عليه شلون جمال للردان. هسه هنا أنا اجينا على الكسرات. موقع الكسرات هذا المنتصف هنا أنا باعي. هاي هنا المسطرة، وهاي الحفرة الصغيرة اللي سويتها بقرض العفو. ابعد الكسرات عن خط الوسط 5 أصابع. باعوا هسه هنا أنا راح ابلش بالكسرات. الكسرة راح تصد علي لان انا بدي يصير متقابلات بالفستان، وحدة قبال الثانية. باعوا هاي الكسرة الثانية. شوف شلون اشيل القماش. باعوا اشيله وبطبقه بهالمستوى. وهاي الثالثة.
الرابعة، بحيث أكمل كسرات اللي هنا للنهاية. هنا يعدي هذا الخط الوسط مال الخصر، شوفوا. بعد راح اسوي كسرة الثانية، ما عندي اي مشكلة. هسه ها هي خلصت الكسرات. اقفل. طيب باعوا الكسرات بالجهة الثانية، ما راح تصد علي، راح تصد على القدم مال الماكينة. شوفوا هذا خط الوسط، لازم يصير البعد مالته 4 أصابع أو 5.